السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لكم كل حاجة. تمام. هنحاول نلخص الدنيا على قد ما نقدر، او مش هلخص قوي، بس برضه هحاول ما اطولش عليكم على قد ما اقدر. اول حاجة هنتكلم فيها وايه هي الهدف او الرؤية. حلو. هو الهدف او الرؤية بتاعتنا عامة ان احنا عايزين نتطور، ان احنا عايزين نبقى احسن. ده اللي احنا بدأنا بيه. بس كان وقف ناس كتيرة جدا ان هي كانت مفكرة ان التحدي مقتصر على 14 يوم، او ان الموضوع عامة مقتصر على فكرة ان انا هتحدى نفسي لمدة 7 ايام 14 يوم وخلاص شكرا. لا، احنا بنعمل موضوع السبع ايام وال 14 يوم عشان يبقى الموضوع سهل على نفسك بشكل لا واعي، ان انا هقدر اعمل ده للمدة دي وخلاص. بس احنا كده بنلاعب عقلك لمجرد ان احنا عايزينك تبدأ، وبعد كده عايزينك تتسهل، عايزين الموضوع دوت يبقى لايف ستايل. فده عامة كده كمقدمة بس عشان الناس تبقى فاهمة ان مش السبع ايام هيخلصوا وهنرجع تاني. لا، احنا عايزين نبقى احسن واحسن واحسن ان شاء الله. وانا واثق فيكم، واثق في كل حد دخل، واللي ما دخلش لاي ظروف. انا بعمل الفيديو ده عشانك مخصوص. فركز معايا كده. يلا بينا عشان نبدأ. اول حاجة ان احنا هيبقى عندنا التشالنج ديت 7 ايام. حلو، انا كتبت بس عشان ما انساش حاجة. اول يوم يعني احنا اول حاجة هيبقى عندنا عادتين، العادتين دولت ملازمنا السبع ايام. اول عاده الا وهي ان احنا هنشو empathy to people. يعني ايه هنشو empathy؟ يعني احنا مثلا انا هنزل النهارده او هنزل السبع ايام دول كل يوم، اشوف مثلا راجل مثلا عامل نظافه، مثلا اشوف حد غلبان، اشوف مثلا راجل شغال وحاسس ان هو تعبان، هجيب له ازازه ميه، هجيب له كيس عصير، هجيب له سندوتشين، ايا يكن حاجه بسيطه. بس ان انت بس تعمل ده. يعني انا النهارده كنت سبقتكم الحمد لله وبدات وعملت ده، وكنت راكب مع راجل واستعجلته في الطريق وهو وصلني بسرعه ومش عارف ايه، فانا نازل قلت له ثانيه هفك، ورحت جبت له كيس عصير وازازه ميه. كنت دافع تقريبا 20 جنيه، يعني ولا حاجه حرفيا. والله 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 انا الدوبامين عندي، السعاده عندي كده كده كده، فاهم؟ انا ممكن اقوم اقف دلوقتي، ما عنديش اي مشكله، فاهم؟ فالموضوع ده هيفرق جامد في نفسيتك وفي نفسيه الشخص اللي قدامك. فدي حاجه احنا هنعملها كل يوم. انت اعملها بطريقتك، مش شرط انك تدي للراجل ازازه ميه، بس الشرط انك تشو empathy to people. تاني حاجة هتبقى ان احنا نسند one gratitude message to someone that matters to you. انا في اشخاص حوالين مني بحبهم، مش شرط نكون قريبين. في صحابي، في ناس اتعرفت عليها، انا حابب الناس ديت جدا، انا ممتن للناس ديت. فانا هخش بكل بساطة هبعت له مسج بلا اي مقدمات، اقول له شكرا انك كنت جنبي، شكرا لوجودك، ايا يكن انت الصيغه بتاعتك ايه، انت هتقول له ايه دي بتاعتك انت. بس اهم حاجه انك تعمل ده كل يوم لمده 7 ايام. دول الحاجتين اللي هيبقوا ثابتين معانا، وبعد كده ان شاء الله هنخش على السبع ايام. بفكر ابعت دوت لوحده، وبعد كده ابعت لكم واحد تاني، ولا لا خلاص تعالوا نخليه سوا، وزي ما تيجي تيجي بقى وخلاص. اول يوم هيبقى مفيش فون اول نص ساعة، تمام، ومفيش فون اخر نص ساعة. وهنشرب كوباية مية كبيرة اول ما نصحى. انا هشرح لكم الموضوع ليه نشرب كوبايه ميه اول ما نصحى. اولا الموضوع دوت هيساعدك انك تعوض الجفاف اللي حصل. انت بقالك بتاع 8 ساعات مثلا ما فيش اي سوائل بتخش جسمك، تمام، وانت بتحرق وانت نايم. على فكره جسمك مش بيبقى ثابت. تاني حاجه نشاطك هيبقى عالي، وهتحفز الكلى وشويه حاجات كده جميله كده. ده اول حاجه. طب ليه يا عبد الله ممسكش الموبايل اول نص ساعه؟ بص يا باشا، انا هشرح لك دوت ايه على السبوره عشان تبقى فاهم. عندنا هرمونين مهمين قوي في جسمنا اللي هم الكورتيزول والدوبامين. لما انت بتمسك الموبايل في بدايه يومك، ده معناه ان انت بتمسك الموبايل بتعرض نفسك لريلز، بتعرض نفسك لنوتيفيكيشن، بتعرض نفسك لمشاعر كتيره جدا. فاول حاجه ان الكورتيزول ده بيبدا اليوم معاك بشكل عالي، بيبدا من فوق. حلو. ولما بيبدا من فوق للاسف ما بينزلش، او بيبقى الموضوع بصعوبه جدا، وممكن يفضل فوق لاخر اليوم على مدار يومك. وكذلك مع الدوبامين، لما انا ابدا يومي بدوبامين عالي، ما انا عمال بشوف فيديوهات وباخد دوبامين رخيص، لما انا ابدا يومي بدوبامين عالي، فانا جسمي هيبقى مش عايز ان هو يعمل حاجه. ما انا خدت دوبامين ببلاش، يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم فتحت عيني كده مسكت الموبايل، دوبامين 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 دوبامين. طب ماشي، ما لما اجي اقول لجسمي انا عايز اقرا، لما اجي اقول لجسمي انا عايز اتمرن، لما اجي اقول لجسمي انا عايز اعمل حاجه مفيده والحاجه ديت هتجيب لي دوبامين، لا يا باشا، انا اصلا في ثانيه في بدايه يومي انت برمجته ان هو ياخد دوبامين رخيص، فيفضل طول اليوم على كده. فعشان كده حاولوا، وده اساسي جدا، ان احنا ما نمسكش الموبايل في اول نص ساعه. وحاجه انا ما قلتهاش، ان التشالنج دي هتبقى تراكميه. يعني اللي هيحصل اول يوم هناخد تاني يوم حاجه جديده مع حاجه اول يوم، هناخد تالت يوم تشالنج جديده مع اول يوم وتاني يوم، وهكذا لحد ما السبعة ايام يخلصوا ان شاء الله.
تمام. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. ده بالنسبه للصبح. طب بالليل اولا انا هاجي انام، انا عندي الدوبامين عالي تمام، فانا هيحصل لي ارق تمام. الدوبامين عشان ينزل الموضوع هيكون صعب جدا، ومش هيكون عندي حماس خالص. فانا هاجي بالليل الكورتيزول عالي تمام، نوم سيء جدا. فنومك السيء دوت هيأثر اولا على تركيزك، هيخليك مشتت جدا 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 بطريقه فظيعه تمام. هيخلي عندك اجهاد ذهني، هيخلي عندك عدم تركيز، هيبوظ الدنيا. يعني شايفين نص ساعه بسيطه عملت ايه في دماغنا. فده بالنسبه لاول يوم. تاني يوم ان احنا بكل بساطه هنقفل كل النوتيفيكيشنز اللي مش مهمه. يعني انا ليه جيلي نوتيفيكيشن ابديت من ببجي ان هم نزلوا مثلا مود سبايدر مان، وانا اصلا ما بلعبش لعبه من 2020 فاهم؟ فدي كل حاجه بتشتتك. ليه يجي لي نوتيفيكيشن من انستجرام ان صاحبي بيبعت لي ريلز فبيضحك، فاخش اتفرج عليه فاضحك، فافضل قاعد على انستجرام ساعه ساعتين ممكن 3. بعمل ايه كل ده؟ كله بدأ بنوتيفيكيشن بسيطه. فاي نوتيفيكيشنز ملهاش لازمه او مش ضروريه او مش مهمه هنقفلها في تاني يوم، مع ان احنا هنعمل جراتيتود مسج وهنشو امباثي للبيبل، ومش هنفتح الموبايل اول نص ساعه واخر نص ساعه ونشرب كوبايه ميه فتراكمي تمام. تالت يوم وهيبقى السيشن تركيز لمدة ساعة كاملة. يعني ايه سيشن تركيز لمدة ساعة كاملة؟ يعني الموبايل اللي انا بصور بيه ده هاخده هوديه في ابعد اوضة عندنا، وهقوم جاي قاعد في الاوضة ديت من غير موبايل من غير اي مشتتات، ماسك يا باشا الكتاب بتاعي مثلا. فلنفترض ان دوت كتاب حلو وعمال بقرا فيه، عمال بقرا في الكتاب حلو دوت ميسي عامة يعني. سلام. بجد بشكر اللي جاب لي الهديه دي، احلى هديه جات لي في حياتي عامة يعني. ده الجراتيتود بتاع النهارده. فانت بقى تقرا كتاب، انت هتذاكر، انت بتتعلم سكيل، انت بتعمل اي حاجه، انا عايز ساعه كامله انت مركز في الحاجه ديت 100% بلا مشتتات بلا موبايل بعيدا عنك في اوضه تانية حلو. رابع يوم ان احنا عايزين نوصل للملل. يعني ايه نوصل للملل يا عبد الله؟ بص يا باشا، لسه متكلمين حالا تمام ان احنا مش عايزين نمسك الموبايل في اول يومنا تمام. ليه مش عايزين نمسك الموبايل في اول يومنا؟ عشان ما نعرضش نفسنا لدوبامين عالي يبوظ تركيزنا. وكمان بعيدا عن الدوبامين العالي، انت فلنفترض ان دوت عقلك يعني تخيلوا معايا ان دوت العقل حلو، انت عمال تعرض عقلك ده لافكار افكار 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 وهكذا لحد ما لا نهايه حلو. فانا عقلي اتملى، انا عقلي عمال يخش له افكار، عمال يخش له فيديوهات، عمال يخش له مشاعر متضاربه. فهاجي اقول للعقل ده فكر، مش هيعرف. هاجي اقول للعقل ده ابدع كرييت، مش هيعرف. فانا دلوقتي عايز بس افهمك ان عقلك شاطر قوي، عقلك شاطر قوي انه يبدع، عقلك شاطر قوي انه يلهمك، عقلك شاطر قوي انه يجيب افكار، بس عقلك فاشل تماما انه يخزنها. بالذات لو على الرام اللي هي الذاكره المؤقته زي ما بنقول، الحاجه اللي انت تقريبا هتصحى تاني يوم ناسيها لانك ما بتفتكرش الريلز اللي انت بتشوفها كل يوم. فمخك شاطر قوي في ان هو يكرييت، بس هو مش شاطر ان هو يسيف او يميمورايز اي حاجه. فلما انت تعرض مخك لتشتيت اقل وتوصل للملل وتسيب مخك فاضي من غير ما تحشره وتملاه، انت هتلاقي فيه ابداع رهيب. الهم بيجيلك من كل حته. الموضوع ده هيبقى بجد 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 لما تجربوه هيفرق معاكم جدا. هتلاقوا افكار للناس اللي بتحب تعمل كونتنت، الناس اللي بتحب تكتب هتلاقوا نفسكم بتبدعوا وبتكتبوا في مواضيع وفانتازيا، وهالموضوع جامد قوي. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. قلنا ايه كده؟ خلصنا رابع يوم تمام. ندخل على خامس يوم ان احنا هنبدل سيشن سكرولينج بحاجة مش شرط تكون حاجة شغل، ممكن تكون حاجة فن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي همسك الموبايل وهقعد اسكرول. لا، انا بدل السكرولينج ده انا بحب اقرا روايات لاني بستمتع وبتخيل. فانا همسك رواية انا بحبها اقعد اقرا فيها مثلا حلو. انا هنزل اتمشى، انا هلعب جيم شطرنج، انا هنزل اجري شويه، انا هشم هوا، انا هعمل كوبايه شاي واقعد في البلكونه فاهم. بدل فقره سكرولينج باي هوايه انت بتحبها، مش شرط تكون حاجه برودكتيف 100%. اهم حاجه ان انت تكون حاجه انت مبسوط ومسترخي بيها. اليوم السادس واليوم اللي ممكن انتوا تقعوا فيه وممكن انا كمان اقع فيه، الا وهو ان اليوم ده هيبقى no reels no tiktoks no shorts، اي حاجه لها علاقه بفيديو قصير كده بيبدا بهوك يشد انتباهك، ده احنا مش عايزينه. اليوم دوت انا ممكن اقع فيه، ممكن افتح الموبايل غصب عني في نص اليوم
واشوف ريلز. طب اعمل ايه؟ مش عايز اقع في حته البرفكشنزم، انا بشر وانت بشر، فممكن اقع فيها. فلو وقعت فيها هعمل ايه؟ هسجل عندي ان انا في الساعه الفلانيه انتكست او وقعت وفتحت عملت سكرولنج نص ساعه، وبعد ما السكرولنج نص ساعه ديت خلصت انا هكمل بقيه اليوم. اصل التشالنج اللي 24 ساعه، فانا مش عشان 10 دقايق وقعت فيهم ضعفت فيهم هضيع على نفسي 24 ساعه. لا، كمل. والناس اللي هتعدي اليوم ده اعتقد ان الناس ديت هيبقى عندها ويلنس وباور، وان هي تعدي حاجات قويه قوي، وان هي توصل لحاجات قويه قوي. تمام. ده بالنسبه لليوم السادس، واللي مش هنضيف فيه حاجه غير ان احنا هنشيل منه الريلز والدوبامين الرخيص. اليوم السابع واخر يوم مش هنزود اي حاجه غير ان احنا هنعمل للموبايل ليميتس. يعني ايه نعمل موبايل ليميتس؟ يعني مثلا انا عندي ابلكيشن معين انا همسحه، واكونت بتاعي هفتحه مثلا من ويب سايت. انا عندي ابلكيشن معين هبعده، يعني هخليه جوه فولدر جوه فولدر ومعمول له باسورد هصعب الوصول ليه. انا هعمل الموبايل جراي سكيل، اخلي الموبايل ابيض واسود. انا هعمل لابلكيشنز معينه ليميتس، اخلي الابلكيشنز مثلا ما تفتحش على مدار اليوم اكتر من ساعه او ساعتين. كل دوت عشان اقلل استهلاكي للمشتتات، وابعد عن الدوبامين الرخيص، واكتر من الابداع، اكتر من الملل، لان احنا محتاجين ان احنا نزهق اقسم بالله. تمام. ده كده بالنسبه للتشالنج بتاع السبع ايام. فده كل حاجه عنه. بالنسبه بقى اللي احنا هنتشيك ازاي يا عبد الله البروجرس بتاعنا، اول حاجه ان انت هتاخد كل يوم ستوري، سواء انت حابب تصوره از فلوج، حابب تاخد سكرين شوت مثلا من السكادجول بتاعك، تاخد سكرين شوت من ال اللهم صل على النبي لنا فيه، من السكرين تايم بتاعتك على الموبايل. كده كده احنا هنبعت لكم فايل معظمكم شافوه، بس هبعته تاني برضو للناس اللي ما شافتوش. الفايل دوت اصلا فيه سكادجول، انت بتعمل علامات صح على الحاجات اللي انت بتعملها. وعبد الله الفكره لذيذه قوي ان انا هلون المربع اخضر او الونه احمر، وديت نفسيا او بشكل لا واعي بتفرق اكتر، بتديك حافز اكتر. تمام. فهم جاي واخد ديت سكرين بقى للموبايل، سكرين فيديو مثلا وانا بقرا فيديو انا بعمل كذا، وهنزل ديت ستوري على انستجرام. هتعملوا منشن ليا، هتعملوا منشن لعبد الله، هتعملوا منشن لاسماعيل، هتعملوا منشن لمجدي، هتعملوا منشن لندى، هتعملوا منشن لاي شخص انتوا تعرفوه، اتعرفتوا على اي صاحب، اي شخص انتوا بتتكلموا معاه كتير، اي حد انتوا بقيتوا عارفينه هنا، اعملوا له منشن، عشان احنا عايزين الموضوع يتوسع عشان الناس اكتر تستفاد واحنا برضو نستفاد. هي هتبقى وين وين سيتويشن. حلو. ده اول حاجه. طب يا عبد الله انا ما عنديش انستجرام يا عبد الله. لو عندك سناب شات ممكن تنزل ستريك وتاخد سكرين للستريك دي وتبعتها. طب يا عبد الله انا اكونت برايفت ومش حابه ان انا مثلا ان اي حد يدخل الاكونت بتاعي ويشوف الستوريز او الهايلايتس او ايا يكن. خلاص مفيش مشكله، احنا بنحترم البرايفسي دي جدا. هنبعت السكرين ديت على الواتساب هنا، تمام، وهنبعتها في الدي امز عندنا في انستجرام، سواء بقى لعبد الله لاسماعيل حابين تبعتوها لي مفيش اي مشاكل. تمام. ده بالنسبه لازاي هنتشيك. لان في اخر الاسبوع دوت في ريورد حلوه قوي. يعني الناس اللي كملت معانا اولا اللهم صل على النبي وبارك لنا، في الناس اللي كملت معانا الميتنج خدت فري انفيتيشن على كل الكورسز والكوميونتي المدفوعه اللي احنا عاملينها على سكول. تمام. اللي عبد الله عاملها على سكول. يعني ده لمجرد انك حضرت ميتنج، ما بالك بقى لما تكمل التشالنج 7 ايام، بيصعب كل يوم عن اليوم اللي قبله، وانت حواليك ناس والعدد بيقل. فمعنى العدد بيقل ان انتوا الصفوه، انتوا الناس اللي هتكمل، انتوا الناس اللي فعلا هتتغير، انتوا الناس اللي فعلا هتعمل حاجه في حياتك، وانتوا الناس اللي فعلا انا واثق فيهم، وبسببهم انا بقيت واثق في نفسي. ف بس انا بس عايزكم تكملوا، انا بس عايزكم نشير الموضوع على قد ما نقدر. تمام. والناس اللي بتنزل ريلز او كده، تقدر تنزل ريل كل يوم تعمل لنا منشن فيه، تاج فيه. كده كده عبد الله وانا واسماعيل وايا يكن اي شخص انت هتعمل له تاج هيعمل لك ريبوست، هيعمل لك ريشير للبوست بتاعك او الستوري بتاعك. ويستحسن انك تعمل هايلايت فيها ل7 ايام، كل يوم هنزل الستوري واحطها في هايلايت لوحدها، عشان انا شخصيا هتشيك على الكلام دوت بعد ال7 ايام، عشان في ريورد حلو قوي للناس اللي هتتم التحدي ده. وفي مفاجأتين انا مش حابب احرقهم، بس عامه في مفاجأة فيهم قريبة ومفاجأة فيهم قريبة نسبيا، يعني هتكون قريبة بس مش اقرب حاجة. فبس ده كان كل حاجة. يعني معلش لو طولت عليك قول طول، بس كنت حابب ان انا اخش في كل التفاصيل للناس اللي ما حضرتش الميتنج عشان اعوضها عن كل حاجة دارت. واي حد عنده اسئلة يبعتها لي، مفيش اي مشكلة، هجاوبكم كلكم. و بس كده.
يا رب ما كنتش تقيل على قلبكم، والسلام عليكم.